كنت قاعد انا وصاحبي في كافيه وكنا بنتكلم عن عربيه معينه شفناها في الطريق. بعد ساعتين لما روحت البيت ومسكت الموبايل لقيت اعلان لنفس العربيه دي على اليوتيوب والفيسبوك وحتى في لينكد ان. ولما دورت لقيت ان الحكايه بدات من اكتر من قرن، وتحديدا سنه 1896، وده لما العالم ماكروني سجل اول براءه اختراع في البث اللاسلكي. وقتها الناس شافت الاختراع ده على انه بس مجرد وسيله تواصل، لكن فعليا الاختراع ده والأول مرة كسر حاجز المسافات وخلى الرسالة توصل لعدد كبير من الناس في نفس اللحظة. ومن هنا بدأت فكرة ان التكنولوجيا تبقى وسيط اساسي ما بين المرسل وما بين الناس. والموضوع ما وقفش لحد هنا وخلاص، لكن التطور الحقيقي كمل سنة 1971 لما العالم راي توملسون بعت أول بريد إلكتروني في التاريخ. ساعتها الشركات عرفت وأدركت إن في عالم جديد بيتكون لأول مرة، عالم عبارة عن رسائل سريعة وتواصل مباشر لأول مرة بدون حدود. سنة 1990 ظهرت أول أداة لفهرسة الملفات على الإنترنت واللي اتسمت في وقتها الأركيف، وده كان الأساس لفكرة محركات البحث اللي موجودة حوالينا دلوقتي زي فكرة جوجل بالظبط. ومن هنا بدأ التحول الحقيقي لفكرة التسويق من اجتهاد فردي لنظام رقمي قابل للقياس. والنقلة الكبيرة بقى حصلت سنة 1994 لما ظهر أول إعلان إلكتروني على ويب سايت، ومن اللحظة دي اللعبة اتغيرت تماما. التسويق بقى علم قائم على البيانات، بيعتمد في الأساس على فهم سلوكك وبعد كده تحليل الاهتمامات بتاعتك، وبيستخدم أدوات زي ال SEO والسوشيال ميديا اللي بتعرف احتياجاتك من قبل حتى ما تعبر عنها. والنهاردة التسويق الرقمي بقى واحد من أسرع وأكبر المجالات نمواً في العالم كله. علشان كده ماليزيا بقت واحدة من أهم الدول لدراسة المجال ده، لأن الجامعات هنا ببساطة بتقدم برامج بتجمع ما بين التكنولوجي والبزنس والتحليل الرقمي، وبتخلي الطالب يطبق اللي بيتعلمه على مشاريع حقيقية، ويتقن استخدام أدوات زي الداتا أناليسيز والاي اي علشان يدخل سوق العمل وهو جاهز. دلوقتي بقى لو هدفك تدرس تخصص معروف عالميا وعليه طلب في سوق العمل زي الديجيتال ماركتينج، تقدر دلوقتي تكلمنا على الواتساب من خلال الرقم ده وهنقول لك على كل المعلومات عن الديجيتال ماركتينج والجامعات اللي بتوفره هنا في ماليزيا. اشوفكم التخصص الجاي. سلام.